لكن اللي حصل في الاجتماع ده كان أحد أغلى الأخطاء في تاريخ البيزنس كله. لو عرضت عليك شركة تشتريها برخص التراب، لكن المشكلة اللي الشركة لسه صغيرة والسوق اللي داخلة فيه بيسيطر عليه عملاق كبير جدا. السؤال هنا، هل هتشتريها ولا هترفض؟ في سنة 2000 شركة صغيرة عملت الكلام اللي أنا بقوله لك ده بالظبط. مؤسس شركة نتفليكس راح لأكبر شركة في مجال تأجير الأفلام في العالم وعرض عليهم الشركة بمبلغ 50 مليون دولار بس. لكن اللي حصل في الاجتماع ده كان أحد أغلى الأخطاء في تاريخ البيزنس كله، لأن الوحش الكبير اللي رفض إنه يشتري نتفليكس اختفى من السوق تماما. وعشان نفهم القصة محتاجين نرجع للتسعينات. في الوقت ده كان عالم الأفلام مختلف تماما، ما كانش فيه ولا ستريمينج ولا منصات رقمية ولا مشاهدة أفلام على الإنترنت. ولو حبيت إنك تتفرج على فيلم ببساطة لازم يا تشتري يا تأجر DVD. وهنا كانت مسيطرة شركة واحدة على السوق ده بالكامل، شركة اسمها بلوك باستر. الشركة دي كانت وحش كبير فعلا في السوق، عندها أكتر من 9000 محل حوالين العالم وعشرات الآلاف من الموظفين ومليارات الدولارات من الإيرادات. وفي الوقت ده كان كتير من الناس فاكرة إن الشركة دي مستحيل تتهزم، لكن في الوقت ده كان في شخص بيفكر بطريقة مختلفة شوية، ريد هاستينجز، وهو ده مؤسس نتفليكس. وزي ما احنا عارفين ان كل فكرة عظيمة بتبدأ بمشكلة بسيطة، وده اللي حصل في قصة نتفليكس. بدأت بسبب موقف عادي جدا. عمنا ريد راح أجر فيلم من المحل عشان يتفرج عليه، لكنه نسى انه يرجع DVD. وبعد فترة رجع للمحل، وهنا كانت المفاجأة، المحل طبق عليه غرامة 40 دولار على التأخير. واللحظة دي خلت ريد يسأل نفسه سؤال بسيط جدا، ليه لو أنا حابب أتفرج على فيلم يكون بالصعوبة دي أروح للمحل وأدور على الفيلم وخاف من غرامة التأخير كمان؟ وهنا جات له الفكرة. تخيل معايا لو أنا أقدر أتفرج على فيلم في أي وقت أنا أحبه، مش لازم أروح أقف في طابور عشان أجر DVD وأرجعه تاني. ودي كانت شرارة البداية اللي بدأت منها شركة صغيرة اسمها نتفليكس. فكرة نتفليكس في البداية كانت بسيطة جدا. العميل بيدخل الموقع يختار الفيلم اللي عايز يشوفه، وبعدين الشركة تبعت له DVD لحد باب بيته من خلال البريد، ولما يخلص الفيلم يرجعه مرة تانية بالبريد للشركة. الفكرة كانت مختلفة عن السوق، مفيش طوابير ولا زيارة محلات ولا غرامات تأخير. لكن رغم ان الفكرة كانت ذكية كان في مشكلة كبيرة جدا، وهي الفلوس. الشركة كانت بتحرق فلوس بسرعة، والسوق كان مسيطر عليه وحش اسمه بلوك باستر. وفي الفترة دي نتفليكس كانت شركة صغيرة جدا، والمنافسة مع الوحش الكبير كانت شبه مستحيلة. بلوك باستر كانت بتملك آلاف المتاجر وملايين العملاء وقوة تسويقية ضخمة. وعشان كده عمنا ريد مؤسس نتفليكس قرر ياخد قرار غير متوقع. بدل ما يدخل في حرب مع الوحش الكبير قرر انه يروح له. وبالفعل في سنة 2000 مؤسس نتفليكس قرر يروح لبلوك باستر، وكان عنده عرض واضح ان شركة بلوك باستر تشتري نتفليكس بالكامل، والسعر كان 50 مليون دولار. الرقم ده بالنسبة لبلوك باستر ولا حاجة، بس في الوقت ده نتفليكس كانت شركة صغيرة جدا وكانت بتخسر كمان. لكن رد إدارة بلوك باستر كان صادم. ضحكوا وسخروا من الفكرة وقالوا ده مجرد مشروع انترنت صغير وهينتهي، وإن الانترنت مش هيغير صناعة تأجير الأفلام. وخلص الاجتماع وخرج مؤسس نتفليكس بدون الصفقة. لكن القصة ما انتهتش هنا، بل بدأت. وبعد كام سنة بدأ الانترنت يتطور بسرعة وبقى تحميل الفيديو أسهل. وهنا نتفليكس أخذت قرار مصيري، التحول من تأجير DVD إلى المشاهدة مباشرة على الإنترنت. القرار ده كان لحظة تحول، ونتفليكس ما بقتش مجرد شركة تأجير أفلام، بل تحولت لمنصة ترفيهية عالمية. في حين اللي بلوك باستر الوحش الكبير لسه بيعتمد على التأجير ومش مواكب السوق والتغير اللي حصل فيه. وبسبب الغلطة دي مع مرور الوقت بدأت محلات بلوك باستر تفقد العملاء بتوعها، لان ببساطه تفكير الناس اختلف. انا ليه اروح واقف في طابور لما ممكن بضغطه زرار انزل الفيلم اللي انا محتاج اشوفه؟ بدات فروع بلوك باستر تقفل واحده واحده لحد ما جه اليوم اللي بلوك باستر اعلنت افلاسها. وعلى الوجه الاخر نتفليكس كانت بتكبر بسرعه رهيبه جدا، والنهارده بقت واحده من اكبر شركات الترفيه في العالم. القصة هنا مش مجرد شركة نجحت والتانية فشلت، القصة عن 3 إشارات خطيرة بتظهر في أي سوق. أول حاجة تغير سلوك العملاء. الناس ما بقتش تحب تروح تقف طوابير عشان تتفرج على فيلم، هم عايزين بضغطة زرار يشوفوا الفيلم اللي هم عايزينه. تاني حاجة ظهور تقنية جديدة. الإنترنت كان بيتطور بسرعة جنونية، لكن بلوك باستر ما خدتش التغيير ده على محمل الجدية. تالت حاجة النجاح الكبير ممكن يخليك أعمى.
بلوك باستر كانت ناجحة جدا، والنجاح ده كان خلاها تفتكر ان السوق مش هيتغير، لكن الحقيقة في عالم البيزنس ان السوق بيتغير دايما، واللي بيقرا دايما السوق بدري هو اللي بيكمل. بس في نقطة مهمة هنا يا صديقي، إن ده ما بيحصلش في شركات اللي بمليارات الدولارات بس، بيحصل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة برضه. يعني مثلا تلاقي مطعم عليه طوابير لكن ما ياخدش باله فجأة إن سلوك العميل بدأ يتغير، صيدلية بتحقق مبيعات كويسة لكن مش شايفة إن السوق بيتحول للبيع الإلكتروني، شركة توزيع ناجحة لكن نموذج عملها أصبح أبطأ من المنافسين. المشكلة مش في المبيعات اليومية، المشكلة في شكل السوق بعد 3 أو 5 سنين. السؤال الحقيقي دلوقتي مش عن نتفليكس ولا بلوك باستر، السؤال الحقيقي هل ده ممكن يحصل في مشروعك أنت؟ هل ممكن مشروعك يكون ناجح دلوقتي لكن السوق يتغير ضده؟ في طريقة بسيطة بنستخدمها في تحليل المشاريع، بنبص على 5 أرقام بس ومنها بنعرف هل المشروع ماشي في الاتجاه الصح ولا السوق بدأ يتحرك ضده. لو عندك مشروع وحابب نشرح لك الطريقة دي في الفيديوهات اللي جاية، اكتب في التعليقات كلمة تحليل.